السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم طيبين. النهارده نعمل مع بعض الزبادي في البيت بطريقه سهله جدا. تعالوا نشوف كمان موفره. شوفي بقى بتشتري علبه الزبادي بكام، عملنا قد ايه من كيلو حليب. يعني حاجه سهله جدا وبسيطه وبتعمليها لاننا كلنا فعلا بنحتاج الزبادي في رمضان، مفيش غنى عنه لكل بيت. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض، وكمان هقولك على طريقه موفره جدا جدا. يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. قبل ما ندخل على اي فيديو نصلي على الرسول، نذكر الله ربنا يجعله من حسناتنا جميعا. تعالوا بينا نشوف عملنا ازاي الزبادي. معايا هنا لتر حليب. لو انتي ضامنه الحليب بتاعك هتغلي 5 دقايق بس، لكن لو مش ضامناه يبقى سيبيه يغلي 10 دقايق. هتقولي هيفور؟ لا مش هيفور. حطي فيه معلقه خشب، واول ما يبدا غليان هدي عليه البوتاجاز 10 دقايق او 5 دقايق. لو قلت لو هو مضمون يبقى 5 دقايق، لو مش ضامنه الحليب بتاعك يبقى 10 دقايق بس. بعد كده بتحطيه في التلاجة بيلم، يعني لو انت عايزاه خالي من الدسم وتحطيه في التلاجة. وبعد كده بتشيل الوش اللي على، وبعد كده بترجعي تدفيه لدرجة حرارة 40%. وبعد كده بحطه في الكبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنزل عليه بعلبتين زبادي. طبعا دول علبتين زبادي صغيرين. لو علبة كبيرة يبقى لكل لتر لبن هتحطي معلقتين زبادي. انا حطيت علبتين صغيرين، طبعا هي المعلقة بتبقى كبيرة. بعد كده هحطه في الخلاط وهبدأ ان انا اضربه كده بالشكل ده علشان مش يبقى فيه اي تكتلات. لو عندك هاند بلندر يبقى اعمليه في الهاند بلندر. انا عملته في الكبة بالشكل ده كده. بعد كده عندي كوبايات. طبعا انت لو عندك كوبايات صغيرة هتعملك حوالي 20 كوباية، لكن اللي هي الصغيرة بتاعة القهوة. انما انا عندي الكوبايات دي بتاعة الشاي. ما عنديش كوبايات صغيرة اصغر من كده يعني. فهعمل بس 3 سادة. وبعد كده هنحط كمان عايزاه بالفراولة بقى. فانا عندي ايس كريم بالفراولة اللي هي بودرة الايس كريم دي. هفضي عليها الكيس كده زي ما انتوا شايفين. طبعا في حل اوفر من كده بكتير. في صوصات في السوبر ماركت. بيبقى فيه صوص كده الكيس ب2 جنيه. ممكن تجيبي 2 وتفضيهم على لتر اللبن، هيديكي نفس اللون والطعم هيبقى جميل جدا جدا. لكن لو انت عايزاه غني شوية ممكن تحطي بودرة الايس كريم دي. طبعا ممكن كمان تجيبي الصوصات ديت وتحطي من معلقة من الكريم شانتيه او الكريمة. لكن انت لو مش عايزاه يبقى خلاص هو كده كويس جدا. هتحطي بس كيسين من صوص الفراولة اللي بيبقى في المحل او في السوبر ماركت، بيبقى ب2 جنيه بس. ده اوفر طبعا. لكن لو انت عايزاه غني شوية هتحطي بودرة الايس كريم. طبعا بتدي طعم جميل جدا جدا. طبعا هحطه حطيت ميه مغليه. وبعد كده هحط عليه بلاستيك راب زي ما انتوا شايفين كده. وكمان بعد كده احط فويل. هسيبه بقى لتاني يوم في فرن البوتاجاز بالشكل ده كده، واغطيه بفوطه كمان. تاني يوم طلعت الزبادي بتاعي. هتشوفوه معايا ازاي هو متماسك وجميل جدا جدا. طبعا لو عجبك الفيديو مش تنسيني بالسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل. ولو كنت بتتابعيني من على الفيسبوك اعملي فولو ولايك وجزاكم الله خير. شايفين بقى الزبادي بتاعنا عملناه بشكل جميل جدا جدا. وعندي كمان حل تاني غير انك تحطي ميه في الصينيه، ممكن كمان تغطيه بس وتحطيه في فرن البوتاجاز، يكون فرن البوتاجاز دافي. هتلاقيه تاني يوم نفس النتيجه، متماسك جدا وافضل من اللي بتشتري من بره. شايفين يعني الشكل وطعم حاجه كده تحفه. حاجه كمان انت عاملاها في البيت وعارفه انت حاطه عليها ايه. زي ما قلت اي حاجه نقدر نعملها في البيت يا جماعه تبقى افضل بكتير. اشوفكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده، واسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.